يا جماعة أخباركم إيه؟ ورب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا كم موضوع النهاردة ندردش فيهم. طبعا أول موضوع وهو موضوع الساعة هو الخطأ التحكيمي في مباراة الأهلي و سيراميكا الأخيرة. خطأ تحكيم من وجهة نظري، يعني الأهلي يستحق ركلة جزاء. من وجهة نظري يعني قد يكون لجنة الحكام لها رأي تاني، قد يكون الحكم نفسه محمود وفا ليه رأي تاني، قد يكون عدد من خبراء التحكيم ليهم رأي في انقسام عليها. يعني أنا ده رأيي الشخصي بشكل عام يعني. خلينا احنا هنا بنتكلم، مش هنحلل حالات، احنا هنتكلم عن أخبار. طيب هو عنوان الفيديو حتى أو القصة اللي معانا هو الموضوع ده هينتهي على ايه؟ الموضوع ده يعني هينتهي على ايه؟ هينتهي على إن محمود وفا مش هيحكم الأهلي فترة، وربما ما يحكمش ماتشات حاسمة للزمالك وبيراميدز في الفترة اللي جاية. ربما ده اقتراح بيدرس في لجنة الحكام بشكل يعني قوي جدا، يعني إن الراجل نبعد عنه الضغوط كلها. لأن طبعا لو حكم ماتش زمالك بيراميدز وحصل أي خطأ سواء للزمالك أو على الزمالك أو سواء لبيراميدز أو على بيراميدز، هيحط نفسه تحت ضغط من الجمهور ومن الإعلام وكل حاجة يعني. يعني ده اقتراح بيدرس دلوقتي، ونسبة كبيرة هيتم الموافقة عليه إن هو يتبعد كمان عن ماتشات الزمالك وبيراميدز حفاظا عليه. طيب الموضوع برضو هينتهي عليه كده. أول حاجة بالنسبة للحكم، هل في إيقاف للحكم؟ مفيش إيقاف للحكم. يعني الحكم محمود وفا من الحكام اللي هي واخدة ثقة الراجل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام. طيب الأهلي امبارح أعلن في بيان ليه إن هو بيتواصل مع الأندية عشان خاطر إن هو يسحب صلاحيات إدارة لجنة الحكام من اتحاد الكورة وتبقى تحت مظلة رابطة الأندية يعني بتكون مستقلة تمام بقى ماديا وإداريا وكده، يعني يكون بقى الحكام محترفين ويتحول بقى الحكام من إن هما مثلا هواة أو إن هو دي مش شغلته الأساسية، إن يكون دي شغلته الأساسية وياخد مرتب ثابت والكلام ده يعني. طيب على فكرة القرار ده في منتهى الخطورة، يعني القرار ده في منتهى الخطورة إنك تسحب وهو الأهلي حابب إن هو ياخد رد فعل عنيف، ومفيش أعنف من القرار ده لعلمكم يعني، رد فعل عنيف. طيب هتقول لي هل حق الأهلي؟ هقول لك هو عايز ياخد رد فعل عنيف، هو شايف إن هو بيتظلم تحكيميا وعايز ياخد رد فعل عنيف. طيب هل ده في ظلم لاتحاد الكورة؟ طبعا. ليه طبعا؟ لأن ده ملف